مع أبونا شمعون لدراسة اللغة الأشورية المعاصرة. هذه الحلقة رقم 17. أبونا أهلا وسهلا بك، تفضل احكي لنا شو بجعبتك. شكرا لك أستاذ سامي، شكرا لك، تسلم لي. وأشارك النص، أشارككم النص دقيقة وهيك. هلا أظن ظهر النص عندك. لا حلو جدا. أبونا أنت شده من تحت مشان ما يبينش جزء مني. نعم، بس ما يجي، شوف ما يجي بأي طريقة. ليش ما بس توسع في، تعرفش كيف تعمل؟ أيوة، هاي اللي فوق اعملها عام، هاي اللي فوق هون، هاي المربع بحد الإكس. أيوة هذا خلي أيوة لا، وهلا شدها شوي. لا شو الحكي؟ لا شدة أيوة، شدة هيك كمان شوي، شدة أيوة، عفارم عليك. أوكي وتحت أبونا، وتحت أبونا توسع بالنص. أوكي وسعوا وكبروا شوي أكثر. أوكي هلا شوي. هلا أيوة أوكي التلفون، وسد التلفون لأنه. أيوة. الله بعينك. أظن هلا مليحة. ما هلا ممتاز، روعة. شو يعني هلا حلوة جدا، حلوة جدا. خلي أروح من جديد إلى مكان اللي نحن وصلنا فيه. أيوة احنا فين الإضافة أنت قلت لي. نعم بالإضافة نحن. اللي يرجع له راحت زيادة. أيوة هذا الفعل. هلا يجي الإضافة. أيوة جمع الصفة. راح زائد، راح زائد. الضمائر ليش؟ أوكي نعم بالعكس. هسه نحن هون عطف بعدين إضافة. أولا العطف قبل العطف هي إضافة. شو صار؟ الإضافة. أوكي. نحن هون هسه خلصنا الجزم في الحلقة الماضية. أيوة. الآن نبدأ بالموضوع الآخر اللي هو الإضافة، أيضا من مواضيع من خواص الاسم، يعني من صفات الاسم نقدر نقول. توابع الاسم. عندنا الإضافة، والإضافة بالآشوري ملوتوتا، هي كلمة باللغة القديمة، لأن دائما نحن نستعمل هيك عناوين لهاي الأمور اللي شو اسمها النحوية وغيرها والعلمية باللغة القديمة. ملوتوتا، ملوت لملود، يعني أضافة يضيف إليه. ملوتوت. أوكي. الإضافة هي عملية ربط اسمين ببعضهما لغرض إنشاء علاقة بينهما. هكذا أنا أعرفها يعني. أيوة. والاسم الأول من الاسمين يدعى ملوث. أيوة. ثاء بالقديم، الثاء هي بالقديم ما نستعمل ثاء عادة. مضاف، هذا مضاف بالعربي. أيوة. والثاني ليه ملوث. أيوة. ليه ملوث مضاف إليه بالضبط هيك يعني. تقريبا نفس المعنى يعطي. أيوة. أوكي. عندنا في اللغة الآشورية المعاصرة الإضافة لها طريقتان. عندنا طريقتين من الإضافة، مو مثل العربي بس طريقة واحدة شو اسمها هذه، إنما الطريقة الأولى تكون بوضع أداة الربط دال. أيوة. اللي يكتبها بالعربي الدال. يمكن هذه مو عربي، شو اسمها، خليها هلا في بداية الاسم الثاني مو الأول. أيوة. يعني المضاف إليه. نعم. مثلا أمثلة هون عندنا مارا دماراوات، يعني أيوة. مارا دماراواته بالعربي. أيوة. رب الأرباب. رب حلو. الأرباب. رب مضاف، أربابي مضاف إليه. مارا دماراوات. الدال هي مثل تاع يعني. أيوة. رب تاع الأرباب. هي دال هذه بتاع، مثل بالإيطالي بالضبط دي
دي بالفرنسي. ايوه السنيور دي عجيب، ما اعرف ايه، هم ماخذين عندنا، نحن من عندهم ما اعرف شلون هذه. ما تدري. ما تدري، لانه بالقديم نفس الشيء يعني، بالقديم يعني قبل الميلاد يعني. مارد ماروات. ترأى دبيته، ترأى دبيته، ترأى دبيته، باب البيت. ايوه باب البيت. مثلا كتاوى دلشانه، كتاوى دلشانه. شوف هذه أيوة. الكسرة قصيرة، شايف نقطتين واحدة جنب الأخرى أفقيتين تحت. ايوه فمعناها هي قصيرة. إذا كانت قصيرة والحرف اللي بعده عنده حركة فيتضاعف الحرف، يعني يتشدد. لهذا نقول دلشانة، دلش، شوف حطيت شدة. حلو حلو. فهاي الأمور كلها مليحة واحد حتى يتذكر للتذكير. أكيد أكيد. كتاب اللغة، كتاب اللغة. يما دبراتا، يما دبراتا، يما دبراتا أم البنت، يما دبراتا. أيوه. صدرة كالو، صدرة كالو، أيوه. صدرة كالو، ثوب أيوه. العروس. أيوه. هاي أمثلة فقط حلو. طريقة الإضافة باستعمال الدلت، أداة الربط دلت. على فكرة الدلت عندنا لها كثير من الوظائف، فأنا راح أخليها في شو اسمه، يجي وقت أحطها كلها الوظائف الدلت، يعني أسويها مخطط هيك أحطها هذه. حلو. مثل ما عندنا بالانجليزي، تعرف اتذكر هسه وانا ما كان افتهمتها بوقتها، بعد ما خلصنا الاعداديه يلا فهمتوها شو كان يقصد المعلم في حين الاس الانجليزيه، ماكو الاس. ايوه 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 ايوه. اس هم تستعمل للاضافه جينيتيف، هم تستعمل للجمع، جمع الاسم، تمام. وهم لها شيء اخر متى يجي جمع واضافه وشيء بالنسبه للضمير الثالث ياخذ اس، اقول ايوه الشخص الثالث المذكر المفرد ياخذ اس، تمام بالانجليزي. ايوه المهم ايوه. فهاي كان سواها مخطط هيك اس كبيره وحطها هون هيك وهون بالوسط هيك هوك، وانا ما كان فهمتوها بوقتها. بعدين ما اعرف، كنت ادرس هيك لاتيني، هذا هيك كان يقصد هذا المدرس. ايوه 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 ايوه. شيء غريب. كان في اللغات يساعد. نحن دلت كثير، عندها كثير اشغال. اوكي. ويقول وهناك صيغه اخرى لهذه، هالطريقه هذه بواسطه الدلت هي بطريقه اما هيك نكتب المضاف والمضاف اليه بصوره كامله، يعني ما نجزمها المضاف، ما راد علمه، ترعاد بيته، كله كامل. واما واما نستعمل نحذف الالف الختاميه للمضاف، يعني الكلمه الاولى، ونضع الضمير الشخصي المتصل للغائب سواء المفرد او الجمع، مذكر ومؤنث. انا حكيت عن هذه، تتذكر في موضوع القرآن، في موضوع التوكيد، تتذكر؟ ايوه. هو هون ايضا استعملها شو اسمه للاضافه. وشويه غريبه، حتى بوقتها انا قلته غريبه بالعربي، لان لا يمكن تستعمل الاسم الصريح والضمير ايضا في نفس الوقت، اما الاسم الصريح اما الضمير بتاعه، تمام بالعربي. لكن هون في هالحاله خاصه نقدر نستعمل الاثنين للتوكيد. شيء غريب يعني، هو طبعا الصيغه غريبه يعني ما ممكن تستعملها بالعربي او اظن باي لغه اخرى. وهناك صيغه اخرى قلنا هذه، بدل الالف الختام نخلي الضمير للشخص الغائب طبعا، لانه دائما المضاف اليه للشخص الغائب هو. ايوه. ووضع الضمير الشخصي المتصل للغائب سواء مفرد او الجمع او مذكر مؤنث، يعني هي هذه بوحدها للمفرد المذكر، هاء مع نقطة كبيرة فوق للمؤنث، ويود هي يود، ياء هاء ياء. هذا الضمير راح نجي لما ندرس الضمائر، هو للجمع، جمع المذكر والمؤنث اثنيناتهم. نعم. اوكي. فمكانها مكان الالف نحط هذه مع تغيير حركة الحرف الذي يسبق هذا الضمير حسب القواعد الخاصة بالضمير المتصل
التي هي الكسرة الطويلة قبل الضمير المفرد المذكر ها، والفتحة الطويلة للضمير المفرد المؤنث ها نقطة، والفتحة القصيرة للضمير الجمع لكلا الجنسين يوث ها هي. وهذا راح نجي في الفصل القادم لما نحكي عن الضمائر. أيوة. وهذه الصيغة تفيد التوكيد. تمام، تفيد التوكيد، مع العلم بأن الضمير هذا يتبع المضاف إليه، يعني الكلمة الثانية مو الكلمة الأولى. هسه راح أشرحها. أيوة، يكون أفضل لما بالأمثلة يكون أوضح. بالمثال شوف، نحن قلنا فوق مارا هي كلمة كاملة مع ألف الختام. مارا رب، صاحب، سيد. ماراواته هي أيضا كلمة كاملة وجمع المارة هي يعني الأرباب، رب أرباب. هوني بدل ألف شيء نحط الضمير الشخصي. ارفعوا شوي أبونا عشان نشوف الترجمة العربية، ارفعوا شوية كمان لأنه حاط الترجمة العربية تحت. أيوة هيك. أيوة هيك. أوكي. ماري تصير هين نخليها بدل ألف، ونستعمل لازم الحرف اللي يسبقها في قاعدة، بدل يصير ماري. أيوة. قبل هذا الضمير المتصل المذكر المفرد اللي هو هوني، فيصير ماري. شوف ماري. أيوة. ماراواتا. يعني برضو تضيف الدال. أيوة، دال موجودة، هي نفس الطريقة، هي صيغة ثانية نفس الطريقة، نفس الطريقة. أبونا احنا بالعربي بنقول كتابه للولد. أوكي بالضبط. هي بالعامية بنقول هيك، بكرته لفلان. أيوة، كتابه للولد. أيوة بالضبط. بكرته أو بكرتنا اللي إحنا. هي بالجلفي نستعملها يعني بالعامي. صح، بالعامي ممكن استعمالها، أما بالهذه ما أتذكر، ما أعرف. ليش أنت رجعت رفعت النص؟ لأنه هون من فوق كان. أيوة شوي. هيك. يلا هيك حلو، خلي يلا الله بعيد. ليش ما ينزل؟ ما أعرف أنا. المهم ايوه شوي. ايوه هيك، الله بعيد، خلي الله بعيد، ما حد شايف شيء. خلي. اوكي. لا اوكي. فاذا ماري مراواتا كيفك. رب الارباب نفس المعنى، نفس هذه، فقط هي طريقة أخرى. وهي أقولها لأن ممكن القارئ بعدين راح يشوفها في بعض النصوص حتى لا يتعجب شو هذه. أيوة. هي هذه. ترعى بدل ترعى بالألف بالنهاية وفتحة طويلة فوق قبل الحرف السابق، يكون ترعى كسرة طويلة قبل الهاء. ترعى بيته، ترعى بدل ترعى. ترعى بيته، باب البيت. رونا، شوف صارت فتحة طويلة لأنه هذا الضمير هو للمؤنث بدليل النقطة الكبيرة فوقه. يعني فقط النقطة هذه هي اللي تفرق بين الضمير المذكر المفرد المتصل والمؤنث المتصل هذه. وطبعا والشيء اللي يميز هو الحركة التي تسبقه. هنا حركة كسرة طويلة، هنا حركة فتحة طويلة. بروناد يمة، يعني ابنها بالضبط، ابنها الأم، ابنها بتاع الأم، ابنها. أيوة. بروناد يمة. كذلك يمة دبراتا. ليش ضمير؟ طبعا سأرجع هون. يمكن واحد يسأل يقول أشوف هاي برونة ابن هو مذكر، ليش حطيت الضمير المؤنث؟ تمام. أيوة. لأن الضمير هذا ما يعود إلى الابن، يعود إلى الكلمة الثانية المضافة إليه. أيوة. يمة التي هي مؤنثة. الأم مؤنثة، مثل ما تقول كتابها للبنت. أيوة. كتابها للبنت. كتابها للبنت بالضبط. أيوة. كتابه ولو هو ولد. تمام. أيوة. كتابها للبنت.
ايوه جابها للبنت. كتابها البنت. ايه صح، فهمنا واضح. كذلك يما براتا لأنه بنت، هي بنت هذه مؤنثة، لذلك حطينا هاي بغض النظر عن المضاف شو هو، مؤنث ومذكر ما علينا، لأنه هذا ضمير يعود قلنا إلى المضاف إليه. هلا وضح. أوكي. صدرة كالو هي عروس، فعروس هي مؤنثة، لذلك حطينا الضمير المؤنث هون. ايوه. كتاوي. ليش؟ وهون لأن هذا جمع قريانة قراءات، وقرآن قريانة واحد، قريانة قراءات كثيرة، فلذلك بأنه هذا جمع، إذا ضمير الجمع يكون هون. تمام صح. يوت مو ولو الكتاب هو واحد، كتاب القراءات المختلفة في كتاب للقراءات المختلفة من العهد القديم والجديد أو من الفيزياء أو الكيمياء أو إيش ما كان. المهم تمام. فلذلك حطينا الضمير الجمع لأنه المضاف إليه جمع هو. كتاوي قريانة. كوسي دبناته، شعر البنات. كوسي دبناته. شعرها للبنات، شعرهن للبنات. اوكي. ايوه تمام. هاي طريقه، هاي اخرى لنفس الآية، لكن عندنا صيغه اخرى هالمره، يعني طريقه ثانيه. هذه كان صيغتين للطريقه الاولى، هنا عندنا الصيغه الثانيه اللي هي تكون بجزم الكلمه الاولى، المضاف، أي المضاف، عدم إضافة حرف دال، وما نحط دال حرف الرابط هذا. ذات الرابط، حرف الوصل. هسه شفت في بعض القواعد العربية يسموه الوصل وليس الربط. الوصل حرف الوصل قبل المضاف إليه، مثل ترع بيتا، بدل ترعى دبيتا الصيغة المطولة، ترعى كامل الكلمة غير مجزومة ممدودة، ترعى لازم نحط دلث مثل ما عملنا سابقا، ولكن عندما نجزم المضاف الحرف نشيل الدلث، ما في لزوم دلث، نقول ترع بيتا. ترعى تصير ترع لما تجزم، حسب ما شفنا في موضوع سابق الجزم. ترع بيتا باب البيت. كتو للشانة، كتاب اللغة. قلنا في الطريقة الأولى كتاواد للشانة، فنصير كتو للشانة. برات بابا بنت الأب. بيت ملكة بيت ملكة. وهذه بيت أنا حكيت لك عنها بالجزم لما كنا نحكي، تستعمل كثير لآل البيت، مثلا قل بيت، مثلا بيت نش بيته، أو بيت إذا نريد نقول المستشفى نقول بيت كريهة، يعني بيت المرضى، بيت الموجوعين، بيت كريهة. أوكي. فهذه هاي الجزم. بيت تصير بيت بيت الملك. مذنخ شمشة، بدل مذناخات شمشة مذنخ شمشة، مشرق الشمس، مذنخ شمشة. اوكي. هاي الطريقة الثانية هذه للإضافة، انتهينا بهاي الإضافة. حلو جدا مهم هذا. بسيط الحمد لله. بسيطة هاي. يجي هسه للخاصية الأخرى للاسم، وهي العطف. بالعربي موجودة أيضا مثل ما الإضافة موجودة. العطف، ونسميه عطوبيا. شوف غريبة عن عاطف يعني يعطف. عطوبيا يعني عطف. العطف هو جمع كلمتين إلى بعضهما بحيث تصير الكلمة الثانية تابعة للأولى. تمام. تابعة للأولى، ويتم ذلك بإدخال حرف واو مثل العربي على الكلمة الثانية مثل العربي بالضبط، أو بوضع كلمة أب التي تعني أيضا أب أف يعني أف أيضا بينهما.
الكلمة الأولى منهما تدعى متعطبانة، يعني معطوف، المعطوف متعطبانة بالآشوري. والثانية عاطوبة، ويقابلهما بالعربية المعطوف والمعطوف عليه. تمام، المعطوف والمعطوف عليه. بالعربي في هناك كثير من الأدوات ممكن تحط أو حروف. تمام، بس نحن عندنا بس الواو وأب أيضا للعطف. آشور كأي أمثلة: آشور وسرغون. بالعربي لازم تخليها فتحة على واو، ما وسرغون. بالهاي لا، هي ساكنة تبقى وسرغون. إلا إذا كان الحرف اللي بعدها ساكن، يعني الكلمة اللي هو يلتصق بها تكون حرف الأول ساكن، عند ذلك مجبورين لللفظ أن نحط كسرة قصيرة تحتها. يعني حتى نقدر نلفظها. مثلا نقول شمية، سماء. شمية هي بادية بحرف ساكن، شمة. فنقول وشمية، نقول وشمية. أيوة. لكن وإلا هي تكون ساكنة. وسرغون كأنه وسرغون. آشور وسرغون، آشور وسرغون. أخنواتنا يعني إخوة هم. هذه إينا، هي إينا لما تجي مع كلمة بعد الكلمة أخرى، فندمج الحركة هذه إي مع الحركة الكلمة السابقة لها أخنواتنا. فما نكتب النقطة، ما نخليها تحت هذه، نقدر نحطها بس ما نلفظها. أخنواتنا، يعني إذا نريد نطول أخنواتينا فتصير ثقيلة. أخنواتينا، أخنواتنا. يعني أشور وسرغون إخوة هم. شوف هذا هم جتي هون، هم إخوة هم أخنواتنا. آشور وسرغون، نقدر إذا نستعمل الحرف الآخر أب. آشور سرغون. أيوة. ملكة دبت نهرن إي واو. يعني كانوا يعني آشور وسرغون ملكة دبت نهرن إي واو، يعني آشور أيضا سرغون. طبعا بالعربي ما نستعمل هيك، بس هون بالشو نستعملها هيك. آشور وسرغون، آشور أيضا سرغون ملوك بلاد الرافدين كانوا. بيت نهرين بلاد الرافدين. هنا هذا مضاف إليه. تمام، ملوك بلاد الرافدين، بلاد الرافدين. بيت نهرين. أوكي، بيت نهرين نحن نسميه، يعني بيت نهرين يعني بيت يعني مكان. هنا مكان النهرين الكبيرين دجلة وفرات. وهون يشوف أستاذ، هاي على فكرة خلي أفتح قوسين الملاحظة. ترجمت اليونان، ترجموا بيت نهرين. أيوة. بلاد الرافدين، بلاد النهرين، مكان النهرين، ترجموها إلى ميزوبوتاميا، ما بين النهرين. هي ما كانت فقط بين النهرين، ولكن كانت هناك، كان خارج بين النهرين، ولكن كانت يعني مكان أو بلاد التي يجري فيها النهران، الموجود فيها. أيوة. بلاد هذان النهران، وليس ما بين هذين الأرض التي بين هذان النهران فقط، لا. هاي ودرجت عليها ميزوبوتاميا ومشت. يعني هي هاي كثير أغلاط، مو بس القرآن في أغلاط ومشت وصارت هذه، ولكن أيضا في كثير من الثقافات أيضا أغلاط موجودة وماشية عليها. صارت كأنها صح. أوكي، مهم. فبيت نهر بلاد الرافدين كانوا. شايف شلون؟ هذه العطف عن طريق استعمال كلمة هذه الأداة واو أو أب. وأيضا عندنا هسه قواعد العطف، يعني ما نقدر نحن نعطف كيفنا كل شيء على كل شيء، يعني مو كله صابون، يعني مو كله عند العرب صابون. ففي قواعد، في طريق، في قواعد، في
ريجل يعني ريلز يعني بعض شو أنظمة يعني قوانين للعطف. تمام. عندنا هسه قواعد العطف، قانون عطابة، قانون عطابة، قواعد العطف. أولا قانون القاعدة الأولى، يجوز العطف بين اسمين، بين اسمين يجوز العطف، مثل براتا ويمة، براتا ويمة يعني البنت والأم. أيوة. أو بين ضمير واسم، مثل هاو وآشور. هاو هو ضمير، هو يعني هاو ضمير، هاو ذلك هو هاو، وآشور. أيوة. هاو وآشور. أيوة. هاو وآشور، هو وآشور. أو بين فعلين، مثل قارئ وكاتب، قارئ وكاتب، يقرأ ويكتب. تمام. أيوة. هاي جائز هيك. ثانيا، إذا كان المعطوف، القاعدة إذا كان المعطوف والمعطوف عليه اسمان ودخل حرف جر على الأول يعني على المعطوف، يجوز إدخاله على الثاني أو عدم إدخاله. يعني الطريقتين يجوز، الصيغتين، مثل دريلي شلاما الآشر والسرقون. يعني ألقيت دريلي، نحن هيك ما يقول سلمت، ما عندنا سلمت، نقول ألقيت السلام. دريلي شلاما الآشر والسرقون، دريلي شلاما الآشر والسرقون. ألقيت السلام، شوف حطيته تحتها حتى يكون هاي مثل ما أنت طلبت. أيوة. على آشر وعل سرقون. هاي طريقة أولى، يعني أدخلنا الحرف الجر هذا على الاثنين، يعني على آشور وعلى سرقون، يعني على المعطوف والمعطوف عليه. أو نقدر نقول كذلك يجوز دريلي شلامة على آشور وسرقون، دريلي شلامة على آشر وسرقون، بدون ما نعيد الحرف الجر قبل المضاف إليه، كافي فقط قبل المضاف فقط، والحرف وحرف العطف للمضاف إليه، للمعطوف عليه. القرآن أبونا نجد نفس الشغلة. له ما في السماوات وما في الأرض. هذه نعم، هاي الطريقة الأولى. طريقة أخرى، له ما في السماوات والأرض والأرض. أيوة، اثنيناتهم ممكن. أيوة، اثنين ممكن. وأنا ذكرت يعني هو يذكر هالقد مرة هيك ولا قد مرة هيك، بس هنا يظهر إنه فعلا يصير يعني نفس الشغلة. أيوة بالضبط. هاي طبعا بشرط إيش؟ أن يكونا اسمان، المعطوف والمعطوف عليه. أيوة. اسمان صريحان بالضبط، مثل ما هو بالقرآن أيضا هون. أوكي. لكن ثالثا، القاعدة الثالثة هي: أما إذا كان المعطوف ضميرا مو اسما صريحا، المعطوف يعني الأول، ودخل عليه حرف جر، فيجب أن يدخل على المعطوف عليه أيضا. يجب هنا، ما نقدر نقول لا ما ندخله، وإلا خطأ يكون. مثلا غزالي رأيت، آشور آشور، مع حرف الجر مع سرقون دريلي وألقيت دريلي فألقيت سلام شلامة سلام عليه. شوف هذا شو اسمه الضمير عليه، يعني على سرقون، عليه الله والآشر. سلام عليه وعلى آشر، ما يصير سلام عليه وسرقون. لازم نعيد شو اسمه حرف الجر لازم يدخل. حلو فهمت. ايوه. ما اعرف هذه واردة بالقرآن شيء مثل هذا؟ ما بعرف بالتمام، مش حاضر. آشر سرقون، رأيت آشور مع سرقون، فألقيت السلام عليه، يعني على سرقون، على آشور الأول وعلى سرقون. أظن العربي هيك نفس الشيء يستعمل عليها وعلى. أيوة ما أيوة. عليه وسرقون ما يصير، لا. اي لأنه مو اسمان ضمير هذا. أظن هي نفس القاعدة في العرب. أظن نفس القاعدة. هيك يظهر لي. لعبة كثير شو اسمه اللغات. رابعا،
إذا كان المعطوف والمعطوف عليه اسمان ودخلت أداة النفي لا، مو حرف جر، أداة النفي إلى شفنا حرف الجر. إذا دخلت أداة النفي لا على المعطوف فيجب أن تدخل على المعطوف عليه أيضا، يجب، مو يجوز أو ما يجوز. فمثلا يجوز أن نقول لا آشور ولا سرقون، لا آشور ولا سرقون. أيوة. تيل جاء، شوف نحن نستعمل صيغة الجمع هوني، جاءوا. في العربي ممكن نستعمل جاء، لا آشور ولا سرقون جاء، تمام؟ الاثنين جاءوا. ما بعرف بالتمام القاعدة العربية بس. فجاءوا اليوم اديوم اليوم. هوني ما خليت شو اسمه اللفظ. اوكي، جاءوا اليوم الى المدرسة، المدرشة هوني حطيتها، شوف هوني حطيتها في حالة الخطأ. اوكي، فنقول لا آشور ولا سرقون تيلون أديوم المدرشة، لا آشور ولا سرقون جاء اليوم إلى المدرسة. لكنه لا يجوز أن نقول، يعني يجب أن نقول هيك، ولا يجوز أن نقول لا آشور وسرقون بدون ما نعيد النفي. ما نقول لا آشور وسرقون جاء. نفس الشيء العربي، نفس الشيء بالعربي بالضبط. هي هذا فقط ليعرف أنه في الآشور أيضا كذلك. حلو. لا آشور وسرقون هذا خطأ. بس أبدا ما درسناها بالقواعد أبونا العربية هاي. نعم، لم أذكر إنه الأساتذة علمونا هاي القاعدة بالعربي. لا نحن بلي، نحن من كان يحكي يقول يعني هذا خطأ هذا صحيح يقول هيك. لا أنا ما بعرف، بجوز هذا تشرح علي. ما تتذكر. أنا كثير أتذكر أمور المدرسة، يعني كثير من أصدقائي كنا نفس هذه، لما نلتقي نقول لهم شو تتذكر هيك ما يتذكرون. أنا أتذكر بعض هاي أنت غاوي لغات. ايه لهذا اتذكر الامور هذه. هل السويدين يسمون نيانسر، يعني هل كوستي بالايطاليا كلمه حلوه ايضا يستعملوا، يعني هل تكتكات، هل تكتيكات، هل نمنمات، هذه يعني ايوه. اما اذا كان المعطوف والمعطوف عليه فعلان، واذا كانوا اسمان ودخلت نفي على الاول، اذا كان اثنيناتهم اسم هالمره فعلان، العفو مو اسمان. لو كان اسمان لا يجوز أن لا نستعمل النفي للمضاف إليه أيضا. ولكن إذا كان فعلان ودخلت أداة النفي لا على الأول على المضاف فيجوز أن تدخل على الثاني أو لا تدخل. هنا يجوز إذا كان فعلان. فمثلا يجوز أن نقول آشور تمل يعني البارحة تمل، لا خل ولا شتيله، لا لم يأكل، لا خل ولا شتيله، لم يأكل ولم يشرب. يعني بالسرياني ما عندنا لم، لا تصير لم، ما في، لا هي لا خل، لا يأكل ولا يشرب. لا أكل ولا شرب. هي بالضبط. أيوة. ما أعرف نقدر نقول بالعربي لا أكل ولا شرب. أيوة. لا أكل، ولكن على أكثر نستعمل لم يأكل ولم يشرب. أيوة. آشور البارحة، آشور تمل، لا خله ولا شتيله، لم يأكل ولم يشرب. يعني فإذا هوني الطريقة الأولى، الصيغة الأولى نستعمل هذه الاثنين أداة النفي. ولكن ممكن أن نقول، يجوز أن نقول أيضا، هو صحيح يكون آشور تمل لا خله وشتيله، لم يأكل ويشرب. بالعربي أيضا نفس الشيء. لا ما سمعتها هاي بالعربي. لا أشهر البارحة لم يأكل ويشرب، لكن لم يأكل ولم يشرب. لازم أظن هيك. بالعربي لازم نعيدها. سماعيا غريبة علي. شفت. ولكن بالآشوري ممكن جائز. إذا في حالة كانوا فعلين، المضاف والمضاف إليه اثنيناتهم، في حال كانوا فعلين. إذا كانوا اسمين لا يجوز، إذا كانوا فعلين، إذا كانوا فعلين. لا آشور تمل لا خل وشتيله، لا خل وشتيله، لم يأكل ويشرب البارحة، لم يأكل ولم يشرب. يعني آشور البارحة لم يأكل ويشرب. طبعا يمكن بالعربي خطأ هذه الصيغة، أظن لكن بالآشوري أوكي مضبوط، مسموحة. ماشي.
اوكي لا بس هذا حلو ابونا، لانه ممكن تجد بصياغه سريانيه في القران عربيا تكون مش سليمه، بس السريانيه تكون سليمه. هي حلوه انه واحد يذكرها هذه، خاصه لنا ولك، خاصه اللي انت عندك هالشغل هذا الكبير هذا تعمله. وانا اذكرها اقول هذه عربيا خطا، سريانيا صحيحه. ايوه، خذ هيك لك الملاحظه هذه. ايوه يعني اوقات يستعمل حرف جر مش مقبول بالعربي بس مقبول بالسرياني. هيك دائما كنت اقول لك انت كيف بتقولوها، شو الحرف الجر تستعملها. فكنت اقول لك هاي الصياغه سريانيه. ايوه وانا اضيفها في الهوامش هيك. ايوه حلو. لانه عربيا هي خطا بس سريانيا صحيحه. شو صحيح. نعمل؟ وبما انه الكاتب القرآن كان سرياني العقليه الظاهر شو نسميه الصيغه هذه اللي بعقله طبقها على العربي ايضا. ضغط على العربي. ايوه ونفس الشيء الايطالي، يعني في اشياء بالايطالي تقولها في الفرنسي لا تقولها. صح، خطا تكون. فيعني على كل موجود. حتى واحد يقول لي انا لما اسمع تتكلم ايطالي افهمك لاني بعرف الفرنسي. صح. علي؟ يعني بقول هذا بيحكي ايطالي على الطريقه الفرنسيه. بس انه طلعت الحال الفرنسي طغى على الايطالي، وما انتبه انه الإيطاليان دول عندهم تعليمات يعني قواعد اخرى. تفضل. صح. اوكي. خامسا، القاعده الخامسه، الفعل يتبع المعطوف في الافراد والجمع وفي التذكير والتانيث وليس المعطوف عليه. ما اعرف، اظن بالعربي ايضا هيك هي. بس شوف المثل، الامثله. يعني يجوز ان نقول تيلي بابا ويما نينور هو اسم ايضا من احد الالهه والملوك الاشوريين. ويستعملوها هسه عندنا كثير، يسمون نينور اسم ولد طبعا. تيلي بابا ويما نينور، يعني جاء ابو وام نينور. تيلي بابا ويما نينور جاء ابو وام نينور. ايوه. اوكي، هذا صح. ليش قلنا تيلي وما قلنا تيلا؟ قلنا جاء ولم يقول جاءت. لانه المعطوف الكلمه الاولى هو مذكر، فنستعمل الفعل في صيغه المذكر. ايوه هيك العربي جاءت، يقول جاء الرجل والمراه. بالضبط، ما يقول جاءت الرجل والمراه. ولكن كذلك نحن بالسرياني نقدر نقول تيلا يما وبابا نينور. يعني اذا نحط الام قبل المؤنث. ايوه بالعربي ايضا جاءت امه جاءت الام والرجل. جاءت المراه والرجل. ايوه صح. بالضبط بالعربي نفس الشيء. الفعل يتبع الاول المعطوف مو معطوف اليه. صح نفس العربي. حلوه هاي، جميل. سهله. ولكن لا يجوز، ما يجوز نقول تيلي يما وبابا مثل ما قلنا قلته. لا يجوز نقول جاء وجاء المرأة والرجل. لا، جاءت الرجل نينو كذلك نفس الشيء. نفس العربي. حلو جدا. انتهينا ايضا من شو اسمه هذه. اذا وقت الاستراحه ام نكمل؟ هلا حسب لانه هلا صارت 38 دقيقه. لا تخلص، راح اخلص الاسم عندنا بس شو اسمه الاخير، الفقره الاخيره. نكمل الساعه نكملها. ايوه. عندنا طبعا الصيغه الخاصيه الاخيره للاسم، وهي صيغه المعرفه والنكره. يعني اسم ممكن يكون معرفه ممكن يكون نكره. تمام. ايوه. فصيغه المعرفه والنكره زنا هي صيغه زنا. نعم. متخمه يعني المحدد متخمه او المعرف. ولام تخمه وغير المعرف. ايوه. شوف الشكل. وكل الفعل تاع المعرف شو هو؟ تخم يعرف. تخم. من وين جاء هذا الفعل تخم؟ تخوم. ما نقول تخوم. التخوم الفلاشي
يعني حدودها. ايوه هي محدد، يعني لانه انت محدد تقول وغير محدد. انت تخنتها. لا، تخنتها يعني صارت ثخينه كثير يعني. ايوه بس ليك. مثلا نقول تخوم فلان هو هيك. ايوه هي تخوم هاي جايه من السريانيه، مو عربي، لانه ما في تخم بالعربي، يمكن ما اعرف. بس بالسرياني هي لما نقول نحن تخومه يعني حدود. ايضا حدود البلد تخومه العراق، مثلا حدود العراق تخومه. زنام تخمه ولم تخمه، يعني صيغه المحدد او المعرف، حتى نستعمل تعريف تخمه وغير معرف وغيره. في اللغه الاشوريه المعاصره لا وجود لاداه التعريف ال. لا وجود. ولو هسه ما اعرف استاذنا يقول انه هاي الالف الاخيره هي كانت قديما هي بدل الف لام ايوه غريب. انا ولا في اي، لا في بشطه ولا في اي مخطوطه ما شايف هذه، ما اعرف. احنا نستعملها يعني في اللغه الاشوريه المعاصره لا وجود لاداه التعريف ال. لكن الاسم عموما هو في حاله المعرفه دائما. ابونا هو سالني، لان انا سالت اول البارح ما هو اول كتاب كتب بالاحرف السريانيه مش بالاحرف الاراميه. قال لي اعطاني اسم كتاب البردسان. برديسان، يا برديسان. قال لي هذا كتاب بس منع. ايوه لانه ايوه هذا عنه، بس ما عندي كثير، لانه ما عندي كثير معلومات عنه. بس اعرف انه برديسان احد الكتاب عندنا، يعني يذكروه اللغويين تاعتنا والمثقفين يعني والادباء يعني يذكروه هذا. بردسان. ايوه بردسان. اللغه الاشوريه المعاصره لا وجود للتعريف، لكن الاسم عموما هو في حاله المعرفه. واذا اردنا ان نجعله نكره نضع قبله كلمه خا، فت للمفرد المذكر، وغداء للمفرد المؤنث، واحد وحده، وخكمه او بعض يعني خكمه للجمع لكلا الجنسين كما هو مبين في اللوحه التاليه. يعني شوف، يالا تيله الولد جاء الولد بالعربي. نحن دائما السوبجكت يجي قبل الفعل، يعني الفاعل يجي قبل الاسم. بالعربي بالعكس، جاء الولد وما نقول الولد جاء. ايوه عادة إلا إذا حبيت تركز على الولد. أوكي. فنحن نقول يالا تيلي، ونقدر نقول أيضا تيلي يالا، بس عادة يالا تيلي. أنه الولد رجع ما هو غير. الفاعل هو في الأول مثل الفرنسي. يالا تيلي. أيوة. الولد جاء. هذا طبعا معرفة، هذا الولد يالا تيلي. إذا نريد نعملها نكرة لازم نحط هذه خا يالا تيلي. ايوه ولد واحد ولد جاء. ايوه إذا ترجمة واحد ولد جاء طبعا بالعربي ركيكة ما ممكن. هو يقولوها فد ولد جاء. بالضبط، بالعامي العراقي يعني فد ولد جاء، فد ولد يعني غير معرف، واحد ولد. فد ولد جاء. ايوه ولد جاء بالضبط. وفي اللاتيني كمان ابونا ما في الا التعريف. صح في اللاتيني اظن لما يعرفوها بكل إلو وشوف عجيب يعني. شوف باللاتيني ما في، بس باللغه الايطاليه اللي هي نيو لاتينيا موجود. ايوه ويمكن ماخذين من العرب ايوه اظن يمكن طرحت هذه الفكره فعلا. من وين جت اظن من عن طريق اسبانيا دخلت اللغات هذول. لانه باللاتيني اللي هي اللغه الاصليه الجذريه للايطالي ما في الا التعريف. صح. لكن نحن حافظنا على القديم مثل ما هو، مثل القديم يعني، ما اخذنا شو اسمه شيء اخر. يعني ايضا بالسرياني القديم ما في، او الارامي ما في الا التعريف. بالعبري يمكن اكو مو ها. ايوه نحن ما عندنا. شوف بالعراقي هل ولد ايوه الولد الولد هل بنت. احنا بنقوله هل بنت. الولد هل بلد
هل البلد يعني هو أبونا هل البلد يعني هذا البلد؟ هذا البلد اي على الأكثر. صح هالبلد هالولد. هالرجل يعني هذا الرجل. هذا الرجل صح. مش هيك؟ أظن هو هيك حذف الذال. بالضبط، هو إشارة يعني الإشارة أكثر. أيوة هاي. أوكي، فهنا نحن المعرفة إذا هذا مذكر مفرد يالا تيلي خيالا تيلي لمرين كده. للمؤنث أو للجمع إذا كان يالي تيلون الأولاد جاءوا. يالي تيلون الأولاد جاء. أيوة. إذا نريد نعمل نكرة نقول بدل خاسر خكمة يعني بعض أو خكمة. أيوة. خكمة يالي تيلون بعض أولاد جاءوا. أيوة. نجي للمؤنث براتا تيلا البنت جاءت. نعم. أي معروفة البنت. إذا نكرة نعملها غدا براتا تيلا واحدة بنت جد. فت بنت غير محددة غير معرفة. فت بنت جدي. أوكي بالضبط. فت بنت جدتي بالعراقي بالضبط مثل الشاشة. احنا نقولها حتى أبونا حيلا بنت أجت. انتوا بالفلسطيني تستعملون فت؟ لا. هي عراقي. ايوه. لا ما فت احنا ما نستعملها. انا اخذتها من العراقيين. فت قلت بلكي تستعملوهم. لا فت بجوز انا عمري ما سمعتها بفلسطين. ايوه لا بالعراقي موجوده هي يعني. هي اكيد اخذتها من ايليا. شايعه. بناتي تيلون جمع المؤنث بنات تيلون جاءت البنات بالمعرفة. والنكرة خكمة بنات تيلون شوية بنات شوية بنات بعض بنات. غريبة هاي الأمر. غريبة ها. هي غريبة جدا غريبة. طب أبونا عندي سؤال. هاي الكلمة اللي فوق بعض أعيد لي ألفظ لي إياها. خكمة. طيب شوف خليك شلون نسيت أنه أخلي هذه شو اسمه أنه وقت أدخل الكتاب اللفظ العربي بالعربي اللفظ بعدين بتسويها بعدين بس أوكي. أنا حلو تكتبها صح. هلا بس سؤال. هلا هاي الكلمة هي حكمة. أنت قلت لي شو؟ خكمة. من وين جت الكلمة هاي؟ هاي كلمة مركبة من خا. شوف هذه خا يعني واحد. كما يعني كم. فت كم بنت بالضبط. بالعراق يقول فت كم بنت فت كم بنت. فت كم بنت حتى بالجنوب كم بنت. فت كم بنت. كم بنت أيوة كم بنت. أيوة الفلاحين يقولوا عن كم واحد. كم واحد. كم خكمة هي مركبة من خاء زائدا كما خكمة. والخاء هي الواحد. وكما هي كمية. يعني كمية من وحدات البنات جوك. أيوة. شلون؟ شيء غريبة لا. خكمة بنات تيلون. أيوة. يعني بنات ما. أيوة بالإيطالي كوالكونو. أيوة كوالكونو. فهاي هيك. الغريب انه بالايطالي ابونا كوالكي راغاتسو ابدا ما بيجمعوها ولو انها لمجموعه اولاد. صح. كوالكي راغاتسو. كوالكي راغاتسي لا. alcuni راغاتسي بالمفرد يكون. بس كوالكي دائما بالمفرد. بالمفرد ولكن تعني الجمع يعني. ايوه غريبة. ولكن صيغة المفرد تعني الجمع يعني. يعني بالفرنسي لا. فمعلي بالفرنسي الكلمة الموازية تجمع وتؤنث بالاست خلون اس. ايوه كالك ايوه. صح. شوف كل لغة لها خواصها الخاصة. المشكلة لما ترجم فرنسي ترجمه للإيطالي لازم تنتبه إنه مو نفس القواعد.
نعم نعم. أنا دائما كنت أقول ترجمة ما يصير، لازم واحد يعرف اللغة التي يترجم منها قواعدها واللغة اللي يترجم إليها قواعدها، وإلا راح يخربط، يترجم خطأ. وعامة أبونا في المترجمين بالترجمة في الأمم المتحدة لا يحق أن تترجم إلا للغتك الأم. هذه حكمة. أيوة، هاي أنا كتبتها للشسمة لإذاعة إذاعة روسيا اليوم العربي RT، لأنه شفت ترجمات حرفية جايبين واحد مثلا دا يحكي بوتين أو وزير خارجية مالتهم، جايبين واحد روسي يعرف عربي دا يترجم، لا لفظه ولا ما يعطي حقه اللغة، ما يرحم. كتبت لهم قلت أنا ألاحظ، كان في مكان يعني ملاحظة الآراء، قلت أنا دا أشوف أنه في هيك حالات تصير، وهي أظن غلط. أنتم لما تريدون ترجمون إلى العربي لا تجيبون واحد روسي يترجم يعرف عربي يترجم بالروسي عربي، لكن جيبوا واحد عربي يترجم. أما إذا كان يترجم العربي روسي فجيبوا واحد روسي يعرف عربي. أيوة. أنا كتبتوها هالملاحظة. أنا أعرف هذه قاعدة عند الهذولا. ما كنت أعرف هذه، بس أنا في منظمات الأمم المتحدة هيك، لأنه أكيد ما راح يعطي حق اللغة اللي تترجم إليها. وقصة حلوة إنه واحد بولندي كان وزير خارجية بولندي، لما يحكي بولندي البولنديين ما يفهموه. ولا المترجم لما يترجم يفهموه. غريبة هذا شيء غريب جدا. وكان وزير خارجية المشكلة، فاهم علي؟ فهو البولنديين ينتظروا المترجم شو يقول. ومرة أبونا كنت في تورينو أعطي محاضرة، جابوا شيخ وجابوا مترجم من الإيطالي، من العربي إلى الإيطالي، ولاحظت إنه ترجمته غلط. هذا غلط خيي. قال لي بس ما بصير أترجم له حرفيا ولا بعدين تعمل فضيحة للإسلام. كتشوف يعني هو راح يصححها يعني. أيوة يصححها، بس أنت نبهته للشيخ قال لي ما أقدر أقول له. فقلت لهم لا، بالحالة هاي قعدوا على جنب ولا أترجم. راح يضيع التاريخ، يضيع النص يعني يضيع النص، والمسكين الشيخ يفكر إنه حرفيا يترجم له، أو وإحنا نفكر إنه فعلا هو بيقول هيك. أنا انتبهت، قال لي بس أنا إذا ترجم له حرفيا بتصير فضيحة. أيوة هي مشكلة. كيف يغشوا في الترجمات. وانا شفت ابونا شو اسمه أشرطة دعائية بالفرنسي ترجمت بالعربي، هي عربية ترجمت بالفرنسي غير مضمونها. شفت ما يعطي من نفس المضمون. ومتعمدين مشان يعملوا دعاية، صحيح، مشان يسودوا وجههم. فهذا طبعا هذا يعني تحريف، هذا خداع يعني احتيال. خداع ده لا بروباغندا. ايوه انا شفتها، والناس قالوا لي شوف هذا شو بقول. شفت كيف؟ قلت له بس هذا اللي بيحكيه ما له علاقه بالكلام تاع هذاك. عدم امانه هذه، عدم امانه، بس هم سياسيا. شوف يعني كم هي طرق الاغواء والاحتيال كثيره يعني. أيوة. اذا واحد ما عنده ضمير، ما يحكم ضميره هيك يعني. سهل جدا انه يحرف الامور ويخدع الناس. اسباب سياسيه الوسخه. اسباب سياسيه وسخه، اسباب غيرها وغيرها. على كلنا سمعه وما اعرف ايش وايش. أيوة. المهم نكمل. لا لان انا كثير ما صارت لي جدالات هيك، اقول شوف يا اخوي قول الشيء باسمه. ايوه. قلت له شوف اللي يقتل شو هو؟ أيوة. قاتل. قال لا ما يصير تقول قاتل على فلان على النبي فلان. قلت له ليش لا؟ قتل فهو قاتل. حتى والدي أنا إذا قتل لا سمح الله فهو قاتل. ما أقدر أقول لا ما يصير تقول لأن والدك احترم والدك. شنو احترم والدي؟ هو قتل.
صحيح هاي مشكلة المسلمين، هي هذا. والعرب يعني كلهم يعني ماخذين العقلية، وحتى نحن، حتى جماعتنا استاذ سامي، حتى المسيحيين بالشرق ماخذين هالعقلية هذه. مرة أنا جاء في اجتماع كنسي هاي، أحد المجتمعين قال فلان، قال له الرئيس، ما أريد أجيب أسماء ولا هذه، قال له أنت ليش فلان وقت قلت فلان رجل أكو عندكم رجال كبير بالعمر محترم، قلت ده يكذب؟ قال مو سيدي كان ده يكذب. قال لا، ما يصير تقول يكذب، عيب، هاي لازم تحترمه، هو رجال كبير شعره أبيض قد أبوك وما أعرف إيش. قال له لا، عاد إيش أقول؟ قال ما يصير تقول ده يكذب. ما ده يكذب، مو غلط، ده يقول غلط، ده يكذب. شايف احنا هذا طبعا الغربيين ما عندهم مشكله بها، بالعكس يقولوا يكذب يعني كذب يكذب فهو كاذب. لا، نحن ما في حقانيه عندنا، ما في حقانيه، كلنا عايزين انا بحكي لك اياها بعدين خارج الخط. فحتى قال لي زين، اذا هذه لمن ابراهيم قال هذه مو اختي، هذه اختي مو مرتي، تقول كاذب؟ قلت ايه. قال شلون تقول انت مو ابراهيم؟ ما تؤمنون بابراهيم؟ هو نبي؟ لا، مو نبي، اباء هذه، بس هو في الحاله كذب، في هالحالة كان كاذب. ما تقدر تقول لا، لأنه إبراهيم لا، الكذب هو عنده صح، ما يصير. ليش تغير مضمون وجوهر الكلام؟ ليش؟ هذا ترجمات غريبة. أنت أيضا ملمح لي هالأمور يعني. أنا عارف إحدى مشاكل الكبيرة، إحدى النواقص والجرائم اللي نحن نسويها الشرقيين يعني. أيوة أنا أعرفها. نقول هذا هو هيك. احنا عندنا بالآية القرآنية واضربوهن، قال لا، هي مش اضربوهن. قلت له شو يعني، بطعمهم شوكولاتة؟ بعدين يقول لا، يعني ضرب يعني عصا قصيرة. لا بقول لك مثل بضرب لها تلفون. لا يعني الشيء اللي نقول له باسمه يعني خليه، بس بعدين نحاول نبرره قضائيا، مثلا نقول انه هيك ظروفه، هيك فلان مثل ما يعمل محامي، ولكن ليس تغير الجوهر الامر، تغير طبيعه الشيء، لا تغير طبيعه الشيء. كذب حرام. ايوه قلنا هاي، فاذا عرفنا شلون هذه شو اسمها المعرفه هي، وبعدين نسويها النكره. أما إذا جاء الاسم مفعولا به، هو أني ملاحظة مهمة أيضا لأنه هذه واردة في الكتب، فلازم ندير بالنا. أما إذا جاء الاسم مفعولا به في الجملة، فيمكننا وضع حرف لام قبله لتأكيد المعرفة، لزيادة يعني معرفة. أما للنكرة فيجب استخدام كلمات نفس هذه، خاء أو غداء أو خكمة، نفس هالثلاث الكلمات. مثلا الأمثلة: غزيلي ليالة، رأيت الولد، والمفعول هو هذا الولد، تمام، جاء في غزيلي ليالة. شوف، وهي أظن وردت في القرآن، يمكن هالصيغة. شو هاي؟ رأيت للولد. أيوة. أرأيت لي فلان. أيوة، أرأيت لو لي. أيوة جت هاي، رأيت لي، أرأيت لي. أيوة لموسى. أيوة جت حوالي. أنا ذكرت هاي الأمر، جت أظن في 10 آيات لي. أيوة شفتها. هاي من هي صيغة سريانية. أيوة عربي، هي خطأ طبعا. رأيت للولد ما يصير، رأيت. أيوة ممكن نقولها، وممكن نقولها أيضا بدون لام، يالا، بس للتأكيد أكثر نقول رأيت اليالا للولد. لا بس هي غريبة هي. أنا نبهت على هاي النقطة صحيح، بس أنا اعتبرتها خطأ. أنا مسمي الأمور مسمياتها. العربي خطأ هي، بس يعني نحن نستعملها غير شيء، ما عندكم مشكلة. بالنكرة لا، بالنكرة ما نقدر نستعملها، بس بالمعرفة. النكرة نقول نستعمل أيضا من جديد نفس الكلمة، الخاء وغداء وخكمة. غزالي خاء يالا،
فد غزالي رأيت فد ولد للنكرة. غزالي خيال رأيت واحد ولد. ايوه 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 في ايوه المعرفة، حاصل المعرفة نقدر نستعملها اللام نستعملها. اوكي. وايضا للجمع غزالي رأيت. هل هاي اللي هاي مش هي كأنها جزء من شوف كأنها استاذ سامي، التعريف؟ راح نجي بالفعل، هذا فعل غزالي رأيته، راح نجي هناك انه هاللام تستعمل مع الضمير، ضمير الشخصي. ايوه 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 الضمير الشخصي المتصل، هذه انا انا رأيته. فهنا ما في لزوم تكتب انا، معروفة. وايضا بالعربي رأيته. ايوه ايوه لما اقول رأيته يعني انا رأيته، اذا اقول رأيته يعني انت رأيته. نفس الشيء حتى الايطالي بدون ما اقول انت. ايوه 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 رأيت الولد يعني أيوة. انت، هل انت رأيت الولد معناه؟ نعم. نفس الشيء بالآشوري غزالي يعني أنا، ما في لزوم حتى تستعمل هذه الضمير الشخصي المنفصل. أنا ما لازم تقول أنا، ممكن تقول أنا ولكن ممكن لا تقولها، يعني ما مشكلة. لا بس أنا يعني الكلمة الثانية أبونا. الثانية هذه شو هي؟ الفضل الكلمة الثانية هي شو هي؟ ليالة. رأيت الولد، مش هيك؟ أيوة. هل هاي اللام الأولى، هاي اللام بهذه الكلمة، هل ليست هي بداية حرف التعريف؟ لا هي حرف يدخل قبل الضمير المتصل. يجب ما يصير اقول غزي ما ذكرت اللي ايوه، انتم عندكم كثير هاي الامر. كثير ايوه في كل الافعال، وفي كل الافعال بالماضي البسيطه نجي عليها بالفعل في ايوه الفعل. هذه اللام تدخل على هذه فقط في 3 حالات ما تدخل، راح نجي وقتها. إذا كانت كلمة منتهية إما بالنون أو منتهية باللام كذلك، فما نضيف لام أخرى، أو منتهية بالراء. ايوه ما في لزوم أن نضع اللام هذه. حلو رأسا الضمير المتصل يتصل بالهذه بالراء، أو إذا كانت لام نفسها أو إذا كانت نون. ايوه وإلا لازم نستعمل اللام ندخلها بين الفعل والضمير الشخصي. غزالي. والكلمة الثانية غزالي أيضا رأيته. لا نفس السطر. ليالة. أيوة. للولد رأيت للولد. أيوة يعني رأيت الولد. أنا أتكلم عن هاي اللام. هاي اللام اللي قلنا عليها أنا وجدتي في القرآن. أرأيت لموسى، أرأيت أيوة أرأيت لإبراهيم فلان. هي هاي. بتعرف أبونا الإيطاليين الكل hai visto il Sami؟ السام هي ألو. رأيت الولد هي هاي ألو. يعني لما كان il Sami ha detto، ما بيحكوا سامي ha detto، في ناس يقولوا il Sami ha detto questo. ايوه صح. نعم يستعملون المعرفة مع اسم العلم. ايوه نعم وهذا الشيء ما موجود بالعربي، ما ممكن يعني. ولا اوقات يستعملوه شو اسمه يستعملوه الحسن والحسين. غريبة. تمام. مش هيك؟ ما يصير تقول مثلا العامر جاء او الوديع جاء او جاء وديع جاء الوديع. يعني اسم العلم ما يعلم بالالف لام. تمام. الحسن مسمي الحسن والحسين. غريبة. بس هاي شو اسمه الحسن. ما بتقول لانه هون تصير كانها صفة مو اسم علم. ايوه كأنه هيك، او انه يعني للتفخيم او للتفخيم. مثلا الوديع جاء، اسم واحد ولد وديع، ما نقول الوديع جاء. رأيت الوديع. رأيت وديع. انتوا المالكي عندكم رئيس الوزراء كان اسمه المالكي. هذا شو اسمه مو اسم علم، انما هي كنية. المالكي. ايوه اسم علم بدنا نقول، يعني اسم علم مثلا حسن محمد او
شو أقول لك الأسماء هذه فاطمة. ايوه 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 الفاطمه ما تقول ايوه الفاطمة بتقول إلا اسمها إذا الزهراء. استعملتها كصفة، لأنه فاطمة أيضا صفة، فطم يفطم فهو فاطم وهي فاطمة، ايوه 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 كصفة ايوه هون. ايوه 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 كصفة حلو يعني جدا. بصيغة اسم الفاعل. حلو جدا فهمت. فاطم فاطمة، يفطم الذي يفطم والتي تفطم. تمام. ايوه 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 هاي قواعد حلوة هيك، واحد نحو، هذا النحو الذي يتباهون به العرب كأنهم ايه ايه لكن لا يعرفوه كثير منهم. ايه صعب. نعم. انا قرات مقال عملوا امتحان لغه عربيه لاساتذه اللغه العربيه كلهم سقطوا. كلهم سقطوا ابونا، كلهم سقطوا في هاي حلوة. الامتحان. ايه وبعدين يقولوا لي انت ما تفهم عربي. لك يا عمي اساتذتكم سقطوا. كلهم. قرات المقال عنهم. الحكومه عملت لهم امتحان كلهم رسبوا في الامتحان. وهم اساتذه اللغه العربيه ايه ولا شو اعمل لك يعني، ولا ابن فلاحين وخياط. هاي كان. خياط ورجل قانون، ولا شو جاب لي من اللغه. لا ابونا يعني يبالغون، ابونا يبالغون. نعم. يلا ابونا الله بعين. الله بعين الله بعين. غزالي ليالي جمع يالا يالي نفسي يعني قضية. المهم أعطي أنا أمثلة لأنه بالجمع أيضا ممكن نفس الشيء نستعملها، يعني حتى لو واحد يحسب فقط بالمفرد أو هاي، لا نفس الطريقة. أوكي. وبالنكرة غزالي خكمة يعني رأيت بعضا أو البعض أولاد للنكرة. هذه مذكر مفرد، مذكر جمع. هون نجي على مؤنث مفرد. يمكن كان لازم احط خانه هون اكتب مذكر مفرد مؤنث مفرد وجمع مفرد جمع. لا ما هو واضح ابونا. واضح هو واضح انه كتب عربي. واضح. غزالي البراتا. ايه او غزالي براتا، ممكن البراتا. شفت البراتا. رايت البنت. ولكن في النكره رايت غزالي غدبرات، رايت واحده بنت فد. ايوه حلوه. غزالي البنات، رأيت البنات. ايوه جمعها غزالي خكمة بنات، رأيت بعض. ابونا غزالي هيك منها كلها جت كلمة غزل بالبنات. لا غزالي غزالي يعني رأيته. حتى الرؤيا سميها خزوة. منيح، ما هو بتغزل يعني بتفرج على البنات. ايوه رحت استاذ سامي. لا رأيته او الا هو كيف بده، ما هو لا زلت ما اعرف هم يقولون هو تغزل فيها من دون ما يشوفها. هي هاي باين أيوة. هاي في اغنيه لناظم شو اسمه لكاظم ساهر. الليله عاشق مالي حبيب، عاشق ومالي حبيب. شو عاشق على شو؟ عاشق على المهم. بعدين احكي لك في قصه بألف ليله وليله، بهاي القصه بتموت ضحك. يلا كمل. هاي خلصنا استاذ، خلصنا الاسم كله. طب بتوقف هون ابونا. فصل الاسم كله خلصنا، الاسم وكل تبعاته. طيب هلا انا نتوقف شويه بعدين نكمل ساعه اخرى. فاهم علي؟ اشكركم وسجلوا تعليقاتكم واللي تريدونه. وبعدين يعني بنتابع بعد شوي الحلقة الثانية، مش هيك ابونا؟ نعم. استريح لك شوي. يلا انا اقطع التسجيل.